استخدمت كوباية من السمنة ما يعادل 200 جرام. السمنة بتكون بدرجة حرارة المطبخ لو في الشتاء، لو في الصيف يفضل ان انت تسيبيها في التلاجة لمدة نص ساعة. هنزل عليهم بكوب من السكر البودر ما يعادل 175 جرام. هتنخلي السكر البودر علشان ميبقاش فيه اي تكتلات. انا استخدمت المضرب الكهربائي، تقدري تستخدمي المضرب اليدوي. المهم تضربي المكونات مع بعض لحد ما يكون القوام معاكي كريمي بالشكل ده. هنزل عليهم ب2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، بس هتنزلي ببيضة واحدة الاول وتضربيها لحد ما تختفي تماما. بعد كده تنزلي بالبيضة التانية. استخدمت معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، تقدري تستخدميها بودر المتاح عندك. معلقة كبيرة من الحليب البودر تقدري تستغني عنه. رشة بسيطة من الملح. ربع كوب الا معلقة كبيرة من الحليب. هتضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا. كده الخليط بقى جاهز معانا. هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، ويفضل ان الكوب اللي بتعايري بيه يكون كوب واحد تعايري بيه كل المكونات. نزلت عليهم بنص معلقة صغيرة بيكنج باودر ما يعادل 2 جرام. 3 معالق كبيرة من النشا ما يعادل 40 جرام. تلم العجينة بإيدك لحد ما الدقيق يختفي تماما. قوام العجينة بيكون لين مش بيلزق. لو لقيتيه بيلزق بالشكل ده هتنزلي بمعلقة من الدقيق. استخدمت تب مقاس 1 دي واكياس الحلواني. هتبتدي تشكلي البسكوت بالشكل ده. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 175، بتدخليها في الرف الأوسط. تاخد معاكي من 10 دقايق ل15 دقيقة حسب حجم وسمك البسكوت، وبس كده هيطلع معاكي أحلى بسكوت هش ومقرمش.